لما الواطي يتحكم في ابن الأصول. ناشئين الأهلي أفضل أم ناشئين الزمالك؟ وانتهاء أسوأ موسم في تاريخ نادي الزمالك. أهلا وسهلا بيكم في خمسة كورة مع الحاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح الهلال كان بيلعب النصر السعودي، وكالعادة في السنوات الأخيرة الهلال فاز على النصر 4-1. هزيمة يتحملها مدرب النصر بدرجة كبيرة، يبقى أكتر من 70%. النصر فايز، و 17 دقيقة بس كانت كفيلة للنصر يحرز رباعية، والماتش اتقلب في 17 دقيقة. أقل من تلت ساعة الماتش اتقلب لصالح الهلال، وبعد كده مجوان سايد جيم. مش مشكلة، ده العادي بتاع النصر مع الهلال في آخر موسمين. بقى أكتر من موسمين أو ثلاثة النصر مش بيفوز على الهلال. المهم، الإعلام كله ساب كل القصة وساب كل حاجة ومسك في كريستيانو رونالدو. هل عال على الفريق النصر؟ كريستيانو عال على النصر؟ اللي انت بتنافسوا في دوري ابطال اوروبا ولا إيه؟ كريستيانو اللي جايب الهدف، كريستيانو اللي ضرب الجزاء، كريستيانو اللي بيتحرك، كريستيانو اللي بيعمل كل حاجه في الملعب عشان يفوز فعلا. وحتى طلع قال للعيبه انتوا شكلكم نايمين او حاجه، عمل اشاره كده للعيبه انتوا نايمين. مفيش احساس، مفيش في حاجات كتير غايبة عن فريق النصر، وده يتحملها لأن لعيبة النصر لعيبة كبيرة جدا، سواء المحليين سواء المحترفين. لكن المدرب بتاعهم مدرب أنا شايف إن هو سيء جدا جدا، وإدارة النصر تأخرت كتير أوي إن هي تقيل المدرب ده، وكان يبدأ مدرب كويس عالمي، خصوصا إن هما معهم الفلوس ويقدروا يجيبوا مدرب عالمي وينفع ويمشي مع اللعيبة وإمكانيات اللعيبة الحالية. لكن إدارة النصر اتأخرت في إقالته. المهم إن الإعلام طلع بيصطيد، جايب فيديوهات قديمة لكريستيانو وهو بعيط وهو بيبكي وهو في إيه يا جماعة؟ انتوا جايبين راجل عشان تهزقوه معاكوا ولا إيه؟ ده كريستيانو، تعرفين مع الاسم كريستيانو. اسم كريستيانو، إنما حد طلع يقولك هو على الفريق. كريستيانو على الفريق بجد. مش عارف اقول لكم ايه، والله ما عارف اقول لكم ايه. لما كريستيانو عال على الفريق، مين اللي مش عالة؟ ده محدش عامل لكم منظر ولا شكل ولا اسم ولا غير كريستيانو. اقسم بالله محدش بيتفرج اصلا على الدوري السعودي بالنجوم اللي فيه دي كل غير على كريستيانو، عشان كريستيانو بس. غير كده مين هيتفرج؟ حتى لو انتوا جايبين مين، الناس كلها بتتفرج عشان كريستيانو اللي عملكم، كريستيانو اللي فتح السوق الانتقالات دي، وهو اللي عمل النقلة الرهيبة ديت في اللعيبة اللي جت السعودية، كلهم يجوا على حس كريستيانو. سيبنا من الحوار، شفنا بقى آخر ماتش للأهلي والزمالك، والحمد لله الحمد لله انتهى أسوأ موسم في تاريخ نادي الزمالك. 50% فقط في المباريات نسبة فوز الزمالك. الزمالك تلعب كلين شيت 10 ماتشات بس، 10 ماتشات بس. كارثة، كارثة لنادي الزمالك. أداء مزري طول الموسم، أداء مزري بصراحة. فالواحد الحمد لله إن الدوري ده خلص على خير، خلص كل الجرف اللي فيه ده. 10 كلين شيت، نص المباريات بقى فقد الفوز. نروح بقى لهاد ناشئين الأهلي أفضل أم ناشئين الزمالك اللي لعبوا أفضل؟ اللي احنا شفناه بصراحة وبأمانة الله، أنا كزملكاوي كده أنا شايف إن ناشئين الأهلي أفضل. ناشئين الأهلي أفضل، أفضل بصراحة. أنا شايف اللعيبة متأسسة صح، لعيبة عندها شخصية قوية. أي نعم هم مش هجوميا مسيطرين وكده، بس لعيبة متأسسة، لعيبة حلو كويسة جدا 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 عن لعيبة الزمالك. أنا شايف لعيبة الزمالك في لعيبة لعبت كتير وبرضه عندها تردد وعندها جلج وعندها، مع انك انت ما بتلعبش على اي حاجة ولا. لا، لعيبة الاهلي دول كانوا بيلعبوا على ارقام ومش عارف ايه، عايزين لا هزيمة، او كانوا عايزين يخلوا اطول فترة انتصارات. لكن لعيبة الزمالك شباب الزمالك ده في الضياع الصراحة. انا شايف ان هم في الضياع. انا شايف في ناس عايزة جلوكوز، تعالج جلوكوز. يعني احمد ايشو ده مش منظر لعيب كور. إيه يا ابني، ده انت في الزمالك يعني
سوء تغذية باين رهيب على اللاعب وعلى جسمه، حتى مهاراته ما فيش. يعني اللعيب اللي انا شايفه من الناشئين ينفع يلعب جناح اللي هو حازم وسام. اللاعب ده يجي منه لاعب منظر جسمه كويس، ستايل لعبه كويس، حاجة فخمة مع محمد السيد اللي في وسط الملعب. وغير كده يفحر وردم، مفيش ولا واحد يستاهل أي حاجة غير كده. حتى الحارس اللي الناس طلعت بيه السما، حتى المدافع أحمد مجدي اللي مش بيستاهل خالص، ما بيتعلمش من أخطائه. هتقول لي بيتعلم من أخطائه كده بدري؟ مش بدري ولا حاجة. أنت لاعب أكتر من حوالي 10 ماتشات في الدوري، تعلم بين أي حاجة كده. إنما أنا من وجهة نظري الصراحة، سواء الناشئين الأهلي كانوا أفضل بكتير وأدائهم كان أفضل. والله رئيس عمرو اللي أول مرة شفنا يشترك في القناة، مشترك على باللايك الجميل وقول لي رأيك في الكومنتات، ويلا سلام.